السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. بالسلام دائما نبدأ، وفي القلب نحمل الحب لكم أجمعين، ومن بلد الأمن والأمان أبدأ بالله مستعين. حلقة جديدة من حلقات برنامج مع المستشار، بيكون معانا فقرات جديدة ومتنوعة. كل حلقة معانا حدث جديد، معانا موجز أخبار، والأهم معانا ضيف عزيز علينا، نقيب محامين الجيزة النقيب المحترم، علشان يكلمنا عن أهم الأشياء التي لابد أن نحتاط لها. طيب أنت في برنامج مع المستشار سلطة اتهام؟ لا. أنت في برنامج مع المستشار بتبدي رأيك؟ لا. أنت مع طرف ضد طرف؟ لا. ولكن إحنا هنا علشان نعرفك ما لك من حقوق وما عليك من واجبات. مش عايز أطول عليكم، ولكن تعالوا مع بعض نبدأ أولى فقراتنا مع الأخبار مع الأستاذة هدير غريب. موجز أخبار الأسبوع من الشمس، أهلا بكم. بعد حصوله على براءة موكله في محكمة طنطا الاقتصادية المستشار علي فايز الحكم انتصارا للعدالة. حصل المستشار علي فايز المحامي على حكم براءة لمتهم في قضية تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك ومباشرة عمل من أعمال البنوك، حيث كان المبلغ محل الاتهام 40,000 يورو و37,000 دولار، أي ما يعادل 5 ملايين جنيه. كان من أهم أسباب البراءة إثبات مشروعية المبلغ وانتفاء الاتهام عن المتهم، ودفع المحامي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، استنادا إلى الدستور المصري والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي فإن القبض عليهم وتفتيش منازلهم يحتاج إلى إذن من محافظ البنك المركزي والنيابة المختصة. وقال فايز أن الحكم يعد انتصارا للعدالة، ويؤكد دوما أننا في دولة قانون في ظل عمل كل جهات الدولة دائما من أجل سيادة القانون وحماية المجتمع. رئيسان جديدان لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار عادل فهيم عزب لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2024. كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة عقب بلوغه سن التقاعد والمعاش 70 عاما، وذلك اعتبارا من تاريخ أول يوليو 2024. ردوا الجنسية المصرية إلى 12 مواطنا وسحبها من 21 آخرين. قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رد الجنسية المصرية إلى 12 مواطنا بينهم 3 سيدات بعد الاطلاع على الدستور والقانون 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية. كما قرر وزير الخارجية سحب الجنسية المصرية من 21 شخصا بينهم 4 سيدات و4 أطفال لتجنسهم بجنسيات 5 دول أخرى. سقوط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بسوهاج. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمركز أخميم محافظة سوهاج. وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بقطر 70 سنتيمترا وبعمق 12 مترا إضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. سرقة خاتم ألماس من شقة عماد متعب وفيلا فاطمة عيد والفاعل خادمة. أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس الخادمة المتهمة بسرقة شقة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب وملكة جمال مصر بحي المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الخادمة سرقت مبلغا ماليا يقدر ب10,000 جنيه وخاتم ألماس، وقامت المتهمة بصرف الأموال التي سرقتها من الشقة على نفسها ومنزلها، بينما لم تقم ببيع الخاتم لأنها كانت تخشى أن يقبض عليها فور التوجه لبيعه واعتقادها أن قيمته كبيرة. وفي ذلك السياق تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف غموض واقعة سرقة فيلا الفنانة فاطمة عيد بأكتوبر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة. كانت الفنانة فاطمة عيد قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر ذكرت فيه تعرضها لعملية سرقة الفيلا الخاصة بها داخل كومباوند شهير. تم مراجعة كاميرات المراقبة داخل الفيلا والكومباوند، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة. الداخلية توزع هدايا على المواطنين بمناسبة 30 يونيو. شاركت وزارة الداخلية المصرية المواطنين احتفالات ذكرى ثورة 30 من يونيو بتوزيع الهدايا عليهم في الشوارع على مستوى الجمهورية. ونشرت الوزارة فيديو على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو لضباط يشاركون المواطنين المناسبة ويوزعون عليهم الهدايا في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. ولقت المبادرة قبولا واستحسانا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي. انتهى موجز الأخبار، أطيب التمنيات، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولكن معانا ضيف عزيز علينا، فاسمحوا لي أرحب بمعالي النقيب المحترم وزميلي العزيز النقيب جمال عمر البغدادي، نقيب محامين جنوب الجيزة. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا وسهلا بيك. منورنا النهارده يا فندم. ده منور بيك، واحنا اتشرفنا بالوجود معك. شرف ليا نبقى مع سعادتك. الشرف العظيم ليا يا فندم. ربنا يديك السعادة. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الشيك البنكي. كنا تحدثنا الحلقة الماضية مع النقيب طارق عبد العظيم نقيب محامين بني سويف زميلك المحترم، والنهارده ان شاء الله هنفتح عن موضوع الشيك لانه موضوع مهم جدا وشائك. ولكن اسمح لي ناخد تقرير بسيط بمناسبة ثورة 30 يونيو ونرجع نكمل ان شاء الله. اتفضل. استاذنكم فاصل بسيط نشوف التقرير ونرجع نكمل مع ضيف العزيز. أجواء من البهجة احتفالا بذكرى ثورة 30 من يونيو شهدتها المولات التجارية والمطاعم والكيانات المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير تخفيضات للمواطنين خلال هذا اليوم، مشاركة منها الاحتفالات بهذه الذكرى الوطنية. يوم 30/6 يوم جميل جدا، ومبادرة كلنا واحد عاملين هنا خصومات حلوة جدا. تقريبا 3 سنة على التوالي ان احنا نيجي المولات ونلاقيهم عاملين ديسكاونت كبير قوي. بنشكر مبادرة كلنا واحد، مبادرة حلوة جدا بصراحة، انا بستناها من السنة للسنة. شكرا للرئيس على المبادرة 30/6 لانها بتبقى مخفضة الاسعار اكتر. يوم جميل، وبنشكر سيادة الرئيس على الخصومات وعلى العروض، ودايما مصر بخير يا رب بإذن الله. الحقيقة أنا شايف كل المحلات هنا في جميع المولات أو أغلب المولات في جميع محافظات الجمهورية بتقدم تخفيضات جميلة جدا جدا بتجذب من خلالها المواطنين
المواطنين المصريين، عشان مش بس كمان ان هم ينزلوا لكن كمان يحتفلوا بهذه الذكرى اللي احنا بنفتخر بيها، وان شاء الله هنعيشها سنين وسنين، يعني فخورين بمصرنا الحبيبه وبالقياده الحكيمه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 69 مولا تجاريا و348 كيانا ما بين سلسلة تجارية ومطاعم ومحال ودور عرض سينمائي وملاهي ومستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل بإجمالي 3315 فرعا على مستوى الجمهورية، مشاركة في المبادرة خلال هذا اليوم بتقديم تخفيضات وخصومات خاصة على منتجاتها وخدماتها. أنا نزلت النهاردة لقيت عروض كويسة بخصومات كويسة بمناسبة 30/6، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية. 30/6 بالنسبة لي طبعا ذكرى حلوة جدا، لأن الشعب كله طبعا بيفتكر يوم الثورة، فلما بننزل البازارات بنلاقي كل الناس عاملة خصومات جامدة قوي. مصر عليها العين وولادها الغاليين من يومهم واقفين للي بيعادي مصر، هنا بلد الجدعان وما فيش بينا جبان، في الشتا بيبان من اللي بيحب مصر. بنزل اشتري احتياجاتي في اليوم ده، وبيبقى فيه اكتر من حاجة بقدر اجيبها، بيبقى فيه خصومات كتيرة في الاماكن والمحلات. إقبال كبير من المواطنين على الكيانات المشاركة في المبادرة وسط مظاهر احتفالية وتسابق الجميع لتقديم التهنئة بهذه الذكرى الغالية، والشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعكس حرص الوزارة على دعم المواطنين ومشاركتهم الاحتفالات الوطنية بشكل مميز ذو بعد اجتماعي. النهارده يوم سعيد على المصريين كلهم، لأن دي نقلة في حياة المصريين كلها. كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وحضرتك يا ريس طيب. نزلنا النهارده في احتفالية 30/6 وكان في تخفيضات في المولات كويسة جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على الاحتفالية العظيمة دي. يوم كامل من العروض والتخفيضات الخاصة على المنتجات والخدمات المتنوعة استمتع معها المواطنين بالأجواء الاحتفالية واستفادوا من التخفيضات المتنوعة. إطلاق هذه النسخة المميزة من مبادرة كلنا واحد خلال احتفالات 30 من يونيو إنما هو تأكيد على الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية الداعم للمواطنين والحريص على مشاركتهم إحياء المناسبات الوطنية بشكل يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وإرسام الفرحة على وجوههم. إن شاء الله هنفضل كلنا واحد مهما يحاولوا يفرقونا، وربنا يحفظ مصر. معالي النقيب جمال عمر البغدادي، يعني إيه شيك؟ شيك هي أحد الأدوات الوفاء المضمونة عن طريق القانون. أنا لما أكون عايز يبقى ليا فلوس عند حد فبضمنها بإيه؟ بضمنها بحالتين، يا إما إيصال الأمانة يا إما الشيك. تمام. هو الشيك أداة وفاء وهو أقوى من إيصال الأمانة. تمام. لأن بيبقى مضمون عن طريق البنك. فكده الشيك هو يعتبر طبقا للقانون حتى الجديد 17 لسنة 1999. القانون ده نظم الشيك بطريقة سلسة جدا. تمام. وحمى الشيك ولغى الشيكات اللي هي كانت قديمة قبل كده، الشيكات الورقية اللي كنا بنستعملها اتلغت، ما فيش منها الوقت. إذا لازم الشيك دلوقتي يبقى عن طريق البنك وبرقم مسلسل واسم مسحوب، ويبقى مضمون أكتر من الشيك العادي. فكده خلى الأمور مستقرة بعض الشيء بالنسبة للتعامل في الشيكات. طيب أنا ليا دين عند حد وهيكتب لي شيك بنكي. تمام. يعني إيه بقى شيك بنكي مسطر، ويعني إيه شيك على بياض، ويعني إيه شيك مش مسطر، وإيه الفرق بينهم؟ وأنا كصاحب دين هل آخد الشيك بشكل مسطر ولا على بياض ولا إيه بالظبط؟ طيب هو الفروق بينها، هو الشيك البنكي أولا هو الشيك اللي بيصدر عن طريق البنك بناء على طلب أحد العملاء بيحرر بمبلغ معين. تمام. والميزة في الشيك البنكي إن البنك لما أجي أقول له أنا أعمل لي شيك عشان أديه لعلي بيه، يقول لي لا لازم توفر لي الأول المبلغ. إذا المبلغ هنا بيتحجز من حساب الشخص اللي طالب تحرير الشيك ويروح لحساب البنك. طب البنك هيعرف ازاي؟ انا معايا دفتر شيكات في بيتي، وانا عندي مثلا او حد عنده نيه سيئه فبيحرك شيك ب1,000,000 جنيه وهو ما فيش رصيد في حسابه. لا ما هو هنا البنك بيلزمك قبل ما يصدر الكلام ده يكون معاه المبلغ محجوز تحت ايده. تمام. يعني يروح يحجز ال1,000,000 جنيه، انت معكش 1,000,000 جنيه مش هيصدر لك شيك. لو الحساب مش متغطي في البنك مش هيصدر لك الشيك.
لا بس هو بيصدر دفتر الشيكات اصلا مسبقا. لا دفتر الشيكات مسبقا ده بيكون بناء على الحساب الجاري. تمام. ده حساب جاري. انا بتكلم على الحساب الجاري بقى. على الحساب الجاري. الحساب الجاري هو انت بتروح تفتح حساب عادي خالص فبيديك دفتر شيكات. تمام. ده خلاص. الشيك البنكي بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو يعني في فرق بين الشيك البنكي والشيك اللي على الحساب الجاري؟ طبعا. طيب عايزين نوضح ده للمشاهدين. طيب الشيك اللي على الحساب الجاري ده شيك ممكن انا اكتب شيك تروح ما تلاقيش رصيد او حاجه او الكلام ده كله وتقع تحت طائله ايه؟ اصدار شيك بدون رصيد. الشيك البنكي البنك بيحجز المبلغ. البنك بيجي هنا انا بيحجز بقول له انا عايز اعمل شيك او احرر شيك بنكي بمبلغ مليون جنيه. فيقول لي طب المليون جنيه فين؟ ان كان لي حساب جاري وفيها المليون جنيه بيحجز المليون جنيه من الحساب الجاري لان الضامن هنا مش البنك. زي التعاقد البنكي بالظبط اللي بيحصل ما بين الشركات وبعضها. مظبوط. يبقى الضمان هنا عندي ضمان البنك، ودي بتدخلنا على ان الشيك البنكي هو اقوى وسيله في السداد. يعني دلوقتي ما بقاش في عندنا شيكات اللي هي الجاريه وتتكتب بدون رصيد ولا موجوده؟ موجوده. طيب موجود. انا دلوقتي خلينا في الشيكات اللي هي الجاريه واللي هي موجوده في الواقع العملي بكثره. دلوقتي حد طلع لي شيك جاري. تمام. ما اعرفش انا بقى القصه بتاعت الشيك البنكي دي وانا كمواطن ما عنديش درايه. أيوة. فاخده منه مسطر ولا اخده منه مش مسطر؟ لا الشيك اللي مسطر ده نوعين. شيك مسطر اللي هو بيتكتب بيتعمل فيه سطرين على الجنب كده. يبقى عندك شيك مسطر عام وشيك مسطر خاص. تمام. المسطر العام ده اللي هو ما بيكتبش في السطرين حاجه، ده تصرفه من اي بنك. اي بنك يصرف منه. الشيك المسطر اللي هو الثاني اللي هو يعتبر خاص ده اللي بيتكتب فيه بنك مصر مثلا فرع كذا، ما يصرفش غير من البنك ده. ده الفرق بين الشيك اللي هو الحساب الجاري. تمام. والشيك المسطر. طيب بالنسبه للشيك اللي بيطلع على الحساب الجاري، هل ليه وقت معين لو عدى الوقت ده بيسقط الحق بالتقاضي ما ينفعش ان انا اشتكي؟ لا هو الشيك المفروض من تاريخ تحريره طبقا للقانون الجديد 17 لسنه 99 له اذا ان كان حر في مصر يبقى 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور يقدم الشيك. يقدم الشيك لصرف. بره مصر 4 شهور يقدم الشيك لصرفه. يعني معنى كده لو حد ليه عند حد مليون جنيه وكتب له شيك كضمان وعدى سنه ولا 2 بعد سنه. هو المده سنه. المده سنه بس سنه من امتى بقى؟ من تاريخ عدم تقديم الشيك. يعني انا كتبت الشيك 1/1 يبقى اقعد 1/2 1/3 1/4 ال3 شهور الشيك يخلص. اما تقدمش الشيك من الفتره دي سنه من تاريخ انتهاء ال3 شهور ده كده يبقى في تقاضي. طيب ايه الاجراء اللي انا اتخذه لما اكتشف ان انا رحت البنك لقيت الشيك ده ما فيهوش رصيد؟ اعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بجيب رفض، يعني بسلم الشيك للبنك يديني رفض، باخد الرفض ده ارفع بيه جنحه مباشره. يا اما عن طريق جنحه مباشره عن طريق الاسم يبقى غير مباشره. اعمل محضر في الاسم دي جنحه غير مباشره. بسلم فيها صوره الشيك والرفض. يا اما عن طريق صحيفه من المكتب من عندي. طيب هل هنا موضوع الشيك في شق جنائي وشق مدني زي ايصال الامانه، ولا الشيك بالنسبه لي خلاص انا بشتغل جنائي بس؟ لا هي بعد انتهاء الجنحه ينقلب للشيك المدني. تمام. يعني انا باجي اروح اعمل شيك، الراجل بياخد 3 سنين او ياخد ايا كان ايه الحكم بتاعه، ما سددش او نفذ. تمام. فبرجع عليه بقى بدعوه مدنيه ثانيه. امر اداء. ممكن امر اداء ترجع بيه، وممكن ترفع دعوه لو انت ادعيت مدني ترفع دعوه تعويض مستقل. طيب. مستقله. ايه اقصى عقوبه الشخص بياخدها لو مضى او حرر شيك بدون رصيد؟ طيب الشيك القديم كان لغايه 3 سنين. ايا كان قيمه الشيك. تمام. القانون الجديد اللي هو قانون التجاره الجديد خلى العقوبه الحبس او الغرامه 50,000 جنيه. الحبس او الغرامه؟ احدهما. تمام. الماده 504. المحكمه المختصه بنظر الدعوه هل هي المحكمه الاقتصاديه ولا المحكمه اختصاص مكاني؟ كان اختصاص مكاني في القانون القديم. حاليا محكمه اقتصاديه. محكمه اقتصاديه. طيب انا دلوقتي بقى متهم بقى، يعني انا دلوقتي مضيت شيك وكان اتفاقي مع الشخص صاحب الدين ان انا هسدد له مثلا بعد شهرين. والشخص ده يعني خلينا نقول بالبلدي كده خان الامانه واشتكى بالشيك ده بدري. هل في وسيله اقدر اثبت بيها ان هذا الشيك كان على سبيل الامانه وليس الوفاء؟ هو الشيك ما فيهوش على سبيل الامانه. الشيك اداه وفاء مش امانه خالص. تمام. لكن ما فيش طريقه يثبت بيها الشخص المتهم براءته في مثل هذه القضايا. اصل هو في الشيكات هتثبت فيها براءه في ما هو الشيكات هو بتنصب كلها حوالين التوقيع. معظم الشيكات 90% بتنصب بالتوقيع. انما الوقت عشان اجي اقدم شيك واجي اثبت ان الشيك ده اداه ضمان هتتجه طريق ثاني، هتحيل القضيه للتحقيق وبتاع، وبقى فيها صعوبه ان انا احيل القضيه، لان لازم يكون معاك حد يكون قاعد واحنا بقول الشيك ده انت واخده ضمان لدين كذا. صحيح. مفيش حد
الاثبات هنا بيبقى اثبات يكاد يكون مستحيل. طيب انا دلوقتي موضوع الشيك عندي بالنسبه ان ما فيهوش رصيد، انتفت القصه دي ولقينا رصيد في الشيك، بس لقينا التوقيع بتاع الباشا اللي مدير الشيك مختلف تماما عن توقيع البنك. ايه اللي يحصل في الوقت ده؟ بيديله برضه ما يفيد ان التوقيع غير مطابق، بياخد عليه رفض، بياخد نفس القصه رفض. بس هنا رفض لعدم كفايه الرصيد او رفض لعدم وجود رصيد او رفض ليه؟ الاختلاف التوقيع. بيتم تكييفها ازاي بقى قانونا، وازاي يثبت ان هو مش قصده انه يغير توقيعه او ايه اللي بيحصل في الموضوع؟ لا هو القصه ان مش قصده يغير توقيعه دي ما تثبتش، اصل انت معروف ودفتر الشيكات معاك. فطالما انت عملت توقيع خطا يبقى ده سوء نيه منك. بس حتى البنك عمليا لما بيجي بيلاقي مثلا علي بيحرر شيك ويلاقي التوقيع مش مظبوط، فيعني بيتصل بيبلغ يعني بيبلغ ان في توقيع كذا جايز كان في حاجه ولا بتاع. انما لو اصر ان التوقيع لا دي جنحه وما فيهاش كلام. طيب ماذا قدم، ننتقل بقى لنقطه ثانيه مهمه غير موضوع الشيك ونتحدث عن الشق النقابي. ماذا قدم النقيب جمال عمر البغدادي لمحامين جنوب الجيزه؟ واحنا عارفين ونعلم ان المحامين طلباتهم كتيره وطلباتهم في الغالب بتكون مشروعه. طبعا احنا عارفين ان القضاء والمحاماه صنوان، فدايما المحامي بيحب ان هو يتعامل معامله تليق به. فماذا قدم معالي النقيب الى محامين جنوب الجيزه؟ طيب انا شرفت بتمثيل محامين نقيب محامين جنوب الجيزه في 8/2/21. تمام. وده شرف ليا ان امثل محامين جنوب الجيزه. استلمنا النقابه ساعتها، كانت بعض الموجودات في النقابه تهالكت تماما، فبدانا بالمكتبه. كان عندنا مكتبه ما اتحدثتش من 2009. فالمهم لما استلمنا جبنا المكتبه وجبنا حد متخصص وبدانا طورنا النقابه وحدثناها ومديناها باهم الكتب وامهات الكتب. دي كانت اهم حاجه عندنا. دي نقطه مهمه جدا طبعا، لان دي عماد المحامي. طبعا محامي ما كانش عنده اطلاع ولا حاجه خلاص. طورنا المكتبه وحدثناها، بقت تضاهي النقابه العامه. مش عايز اقول احسن مكتبه النقابه العامه، لا تضاهي مكتبه النقابه. يزعل مننا كده. لا انا قلت مش عايز اقول يعني تضاهي مكتبه النقابه العامه، وده كان اهم حاجه بالنسبه لينا احنا في الفتره دي. اما انا محامي ممارس وسعادتك عارف، طبعا. اما رحنا الكيلو 10.5 فما لقيتش فيه استراحه للساده المحامين في الكيلو 10.5. قدمنا طلب للداخليه كيلو 10.5 داخل السجن سعادتك عارف، واستطعنا ان احنا نحصل على غرفه وجددناها وعديناها للساده المحامين وموجوده حاليا في الكيلو 10.5. بعد كده اتجهنا للاستراحات، لان انا كمحامي بطلع من بيتي اللي يهمني الاقي مكان كويس مكيف، ناس تقابلني كويس، الناس اللي موجوده ناس كلها اخواتنا واصحابنا. فبدانا نطور في جميع النقابات على مستوى الجيزه. احنا طورنا كل النقابات، كل سنه كنا بنيجي في النقابه نديهم مبلغ يا جماعه طوروا شوفوا ايه اللي ناقص، اتمدد بالتكييفات بالمراوح بالكراسي بالكلام ده كله. فبدانا نهتم بالمحامي. عندنا معارض عملناها قعدت سنويا، عملنا معرض دائم في نقابه جنوب الجيزه للكتب والبدل والاحذيه. كويس جدا. قعد سنه. يعني انت دلوقتي بتدعم شباب المحامين، لو حد محتاج مجموعه كتب موسوعه، محتاج ملابس، بتقدر توفر له ده بسعر كويس. بسعر كويس، وفي نفس الوقت بناخد فلوس من المعرض. يعني قبل كده المعرض ما كانش فيها فلوس. دلوقتي انا عشان حد يجي يعمل معرض بتفق مع المعرض ده ب 3000، عايز بيدخل دخل للنقابه، فبيجيب لي دخل، وفي نفس الوقت انا بخدم الساده المحامين. صحيح. دي حاجه كان اخر حاجه لينا عملناها، لو سعادتك متابع اكيد هتلاقي ان احنا نزلنا موسوعه السنهوري 50 جزء على 16 قسط. 16 تقسيط 16 قسط، بتسدد 125 جنيه الاول، وبعدين كل شهر تسدد ايه المبلغ. اما نقسم 16 على 50 هيدونا حوالي 300 وشويه. دي موسوعه السنهوري. المكتب اللي ما فيهوش موسوعه السنهوري طبعا مش مكتب محامي طبعا تماما يعني. ودي ملقحه انت بتقدمه لاي محامي موجود سواء في جنوب الجيزه او بره. بس عشان النقيب ما يزعلش انا هنزلها الجيزه بس يعني انما بقدمها لكل الناس. يزعل لما يلاقي حاجه. لا عشان لو قدمناها بره، قدمناها بره مش قصدنا حاجه يعني. طبعا بره لا. بره لا. احنا بنتكلم دايما ان احنا بنعمل جميعا من اجل مصلحه المحامين، وده علشان مصر. يعني لما يكون الدفاع بيعمل بشكل جيد، القضاء بيعمل بشكل جيد، الداخليه بتنفذ وبتقوم بدورها زي ما احنا شايفين بشكل جيد، في النهايه هنجد عندنا منظومه عقاب ومنظومه تصحيح ومنظومه اجراءات مهمه جدا جدا. بس خليني اقول لك ان المحامي دوما بيبحث عن الحصانه. نعم. يعني بعض المشاكل اللي بتقابل المحامي في الواقع العملي يقول لك انا مش عايز خدمات،
انا محتاج حصانه، زي ما حضرتك تكلمت عن قصه الاستراحات. ايه بعض المشاكل اللي ما زالت موجوده وحضرتك بتحاول تجد لها حلول؟ هو انا بس بنصح جميع المحامين اخواتي الشباب الصغيرين، انا شباب برضه بس يعني اصغر سنا، ان يقروا قانون المحاماه. لان انا لو قريت قانون المحاماه على بالي هعرف اللي ليا واللي عليا. طبعا معظم المشاكل اللي بتيجي بيبقى من الجماعه اخوات اللي هم سنهم بس الشباب يعني بس احنا كنا زيه، يعني انا كنت زيهم برضه، كنت بعمل مشاكل كتير زمان. خلينا نقول برضه ان في الواقع العملي في بعض المشكلات. في طبعا خلينا لا في، ما هو انا يا فندم زي ما انا عندي محامي شاب، عندي وكيل نيابه شاب، عندي قاضي شاب. صحيح. فبرضه القصه انا ما اقصدش بيها المحامين فقط. صحيح. اقصد بيها ان احنا بنشد قدام بعض ما نعرفش، انما انا شغلتي ورقه وقلم. يعني ان حد جه عمل مشكله شغلتي ورقه وقلم، مش شغلتي اشتم او امسك فيه او اتجاوز، لا طبعا ورقه وقلم. هو ده اللي احنا انما عندنا مشاكل كتير، حلينا جزء وما حليناش جزء، بس هي الدنيا هتفضل كده. صحيح. الكمال لله سبحانه وتعالى. انا بس نسيت اقول ان انا بالنسبه للتطوير انا عايز بس سعادتك تروح نقابه جنوب الجيزه. نقابه جنوب الجيزه شرف عظيم ليا طبعا يا فندم، ده شرف لينا. احنا طورناها جدا، طورناها على جميع الاستراحات. اتطورت النقابه الام، احنا مخلصينها من قبل العيد، شغالين فيها، خلصناها كل حاجه. كل حاجه يعني بقى لنا كام شهر الكلام ده؟ قعدنا حوالي 3 شهور او 4 شهور. كويس جدا. فخلصناها تماما بحيث انها اصبحت تليق بالساده المحامين. ننزل ونصور بس مباشر ونوري الكلام الجميل ده للساده المحامين، ونتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح زي ما قلنا من اجل نجاح المنظومه. طبعا الساده المشاهدين دايما مهتمين بفكره غلق المحلات، وغلق المحلات هيكون الساعه كام؟ طب ايه المطاعم اللي بتقفل؟ طب ايه المحلات اللي هتقفل؟ فانا استاذن الاستاذ احمد العمده المخرج العالمي المحترم والاستاذ خالد يجهزوا لنا تفاصيل الخبر وتفاصيل البيان علشان نعلنه للساده المشاهدين واحنا موجودين مع سياده النقيب المحترم. تسلم لي يا وزير. هنقدر نعمل ايه للمحامين في المشكله بتاعه القيمه المضافه؟ اعلم انها مشكله قانونيه، واعلم ان لدينا دعوه في الدستوريه، واعلم هذا الكلام جيدا، ولكن البعض في الواقع العملي بيفاجأ ان انا عليا غرامه 16000 جنيه بسبب القيمه المضافه. الاول عايزين نوضح لشباب المحامين امتى انا كمحامي ملزم بدفع ضريبه القيمه المضافه. هي دلوقتي للاسف الضرائب قدرت تتحصل على الجمعيه العموميه، وبدات تضيف المحامين عاده في القيمه المضافه. فبالتالي انا ممكن افاجئ ان انا نفسي موجود في القيمه المضافه. تمام. الكلام ده احنا واجهناه، وكذا محامي جه النقابه وقدم طلب للكلام ده وقال يا جماعه انا مضاف قيمه مضافه. تم التسجيل عشوائي او تلقائي؟ يعني عشوائيا يعني. تمام. عشوائيا يعني. تمام. فبيبقى فيها انت وحظك بقى، انت ضفت في ناس ما ضافتش ناس مضافه، فالقيمه المضافه دي مآلها للالغاء. مآلها للالغاء. بس زي الفاتوره الالكترونيه. طبعا. بس احنا طبعا مستنيين، ما نقدرش نعمل حاجه قبل صدور القانون. طبعا الحكم. نحترم القانون طبعا. طيب لحد ما يتم ده انا دلوقتي مطالب ادفع كام؟ امتى ادفع ضريبه قيمه مضافه؟ لما ادخل مليون جنيه اتعاب، ولا لما يدخل لي كام، ولا بتتحسب بالنسبه للمحامي ازاي؟ هو عاملها شرايح. يعني مثلا لغايه 500000 ما فيش قيمه مضافه. تمام. فهو عاملها شرايح معينه. لكن انت من وجهه نظرك طبعا ان الموضوع ده انت مش شايفه مناسب للمحامين لانه بيقدم خدمه زي الطبيب. لا هو مش مناسب للمحامين خالص. طبعا. المفروض يعني خصوصا ان صدر تقريبا حكم للساده الاطباء. انا مش مناسب، ما هو انا زي الطبيب. اصل انا مش فاتح محل ومش فاتح سوبر ماركت او حاجه. فزي الطبيب، ما هي برضه مهنه حره والطب مهنه حره. ففي هنا بينك وبين الطبيب عامل مشترك، ازاي الطبيب ما يخضعش وازاي انت تخضع. فطبعا في عامل مشترك. لا طبعا. عايزين بقى كلمه من سيادتك كده قبل ما نتكلم عن الخبر بتاع غلق المحلات، كلمه للمصريين في ثوره 30 يونيو وتقول لهم ايه؟ يعني احنا لولا ثوره 30 يونيو ما كناش قعدنا كده، ما كانتش البلد وصلت اللي احنا فيه. في مشاكل، في حاجه، ما هو لازم نستحمل. صحيح. ده اللي بيبني بيت بيستحمل، محل بيبني بلد، اللي بيبني دوله، فلازم نستحمل شويه بعض. طالت المده شويه، بس ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، يعني نستحمل شويه. كنا زمان يعني لما بنيجي نقول، طبعا انا مش عايز اذكر اي اسماء دول عربيه، ولكن كنا لما نيجي نقول يا جماعه استحملوا، احنا مش عايزين نبقى زي سين او صاد، فالناس تزعل تقول لك طب ليه يعني تشبهني بسين ولا صاد؟ ليه ما بقاش زي روسيا؟ ليه ما بقاش زي اوكرانيا؟ ليه ما بقاش زي دوله اوروبيه؟ احنا شفنا اللي حصل في اوكرانيا بسبب الحروب، وشفنا اللي حصل في دول اوروبيه، وهيحصل على فكره الايام الجايه. فاحنا نحمد ربنا ان احنا عايشين في امن وامان، وزي ما سيادتك بتقول احنا قاعدين القعده دي.
هنتكلم دلوقتي عن غلق المحلات علشان الناس اللي متخيلة ان الغلق هيتم لكل الناس. طبعا في بعض الحاجات المستثناة، وهننزل طبعا دلوقتي على الشاشة. انا عايزه قدامي، هستأذنك يا استاذ احمد. تمام. فزي ما انتم شايفين ان بدأت محافظة القاهرة امس بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتستمر حتى نهاية الخميس من شهر سبتمبر. يعني احنا هنفضل كده يا جماعة 3 شهور. وبعد كده عندنا مواعيد غلق وفتح المحلات بالقاهرة. هتكون مواعيد فتح المحلات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساء. وسيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء. يعني في العادي هتبقى الساعة 10، لو عندي أعياد أو ويك إند أو أي أجازة هتكون الساعة 11 مساء. طيب، تاني حاجة مواعيد فتح المولات التجارية. المولات بتختلف شوية، لأنها يتم فتحها يوميا من الساعة 10 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة هذا التوقيت يومي الخميس والجمعة. وفي المواعيد والأعياد الرسمية هتغلق الساعة 1 صباحا. طبعا بيستثنى من هذا القرار، بيستثنى زي ما قلت لك من هذا القرار المطاعم، الناس اللي بتقدم زي الفرن بتاعة العيش، فرن الفينو، الناس اللي بتقدم مأكولات أو مطاعم، والصيدليات، وبعض الحاجات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية لن يتم غلقها. دي شغالة على 24 ساعة. وزي ما احنا شايفين تكملة الخبر، هتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة 6 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي. يعني تقريبا كده يا جماعة أغلب اللي حاصل دلوقتي هو اللي كان حاصل في فترة الحظر أو ما بعد الحظر، وده لمصلحة الجميع، ومن أجل أن يكون التخفيف اللي بيتم ساعات أقل علشان الناس ما تزعلش، وعلشان يكون تخفيف الأحمال لساعة واحدة أو أكثر. ونتمنى إنها تكون ساعة واحدة، لأن احنا ما بنستحملش في الجو ده. ولكن خلينا أقول لك عندنا مشكلات، عندنا مشكلات. لا يوجد بلد في العالم خالي من المشكلات، ولكن احنا الحمد لله عايشين في أمان. أقسم بالله العلي العظيم لن تشعر بقيمة هذا الوطن إلا إذا، وإن شاء الله إلا إذا ما تحصلش اتعرضت الحاجات من اللي بيتعرض لها الدول التانية. فنحمد ربنا على هذا الأمن والأمان. معالي المستشار المحترم النقيب جمال عمر البغدادي، سعيد جدا بلقائك، والحلقة معاك خلصت بسرعة جدا. أنا أسعد علي والله. فعايزين نقدم قبل ما نختم، عايزين روشتة بقى لشباب المحامين وكيف يتعامل مع الموكل، لأن دي مهمة جدا. تمام. في معلومة كده أو مثل بيقال، أنا مش عايز أقوله على الهوا، يعني إن دايما اللي بيعمل لك مشاكل هو الموكل بتاعك. ألد أعداء المحامي. ألد أعداء المحامي. بص يا فندم، هو المحامي الشاب اللي هو أخونا، كلنا مرينا بالفترة بتاع المحامين الشباب والكلام ده كله، وكان عندنا نفس المشاكل ونفس بل يمكن كان أكتر. يعني زمان لو سعادتك تفتكر ما كانش فيه بقى لا تصوير محاضر ولا بتاع ولا الكلام ده كله، ولا كانت التكنولوجيا دي. إذا أنتوا في ظروف تكنولوجيا أحسن من اللي إحنا كنا فيها قبل كده. تمام. فأنا بنصح السادة الشباب المحامين، أولا قبل ما يقرأ أي حاجة وقبل ما ينزل محكمة يقرأ قانون المحاماة، يليها قانون. أنت أكدت على الموضوع ده مرة واثنين، وده مهم جدا. ما هو يا فندم أنا مش هقدر أعرف اللي ليا وأسيب اللي عليا. صحيح. ما أنا هعرف أعمل عليه إزاي؟ ما أنا قاري، ما أخش على وكيل نيابة، على ضابط، على مستشار، أعرف إيه اللي ليا واللي عليا عشان أعرف. لأن دلوقتي المشاكل اللي سعادتك بتقولها، لو أنا مش قاري قانون المحاماة والمستشار عمل حاجة أو النيابة عملت حاجة، أنا مش هعرف أرد. صحيح. إنما لما أكون قاري هرد. اما اكون قاري هرد. فنبدا بقرايه قانون المحاماه. صحيح. نتريث سنه شويه، ما حدش يستعجل على حاجه. المحاماه مهنه لذيذه جدا جدا، لو حبيتها هتديك اكتر من اللي انت طالبه. بس نتريث شويه، احنا عندنا كل حاجه متاح للمحامين، كل اللي عايزينه، الاطلاع، المعارض اللي بدانا نعملها، الحاجات اللي بدانا نعملها، اصبح عندك كل ده ميسر. فانا بطلب منهم بس الهدوء سنه، واعرف اللي ليك واللي عليك، وتعامل بالورقه والقلم. صحيح. تعامل بالورقه والقلم.
تعال النقابه بورقه وقلم، او وانا وراك في اي حاجه، احنا مع المحامين في اي حاجه، بس انت تكون صح. بس في الحق، الله ينور عليك، صحيح. في الحق ما تجينيش انت في مشكله عندك وانت مخطئ ومطالب ان انا اقف معاك كنقابه او كمحامي زميلك. صحيح. لا بالعكس، انت تعالى ليك حاجه، احنا مش هنتنازل لحد ومحدش لا يقدر يجبرنا نتنازل ونعمل لو احنا معانا الحق. تمام. فانا بطلب بس من الساده المحامين الهدوء بالراحه، نقرا قانون المرافعات، نلتزم زي ما قال قانون المرافعات، الالتزام عليه عامل كبير. انا راجل كمحامي، انا الوقت بنوفر النقابه سواء عامه او فرعيه بتوفر البدله يعني مثلا من 500 وطالع، ماشي، لبسنا احنا بدله يا فندم، لبسنا يا فندم لبسنا. اما يجي وقت هنلبس ام 2000 و3 و4. صحيح. فما نستعجلش. انت راجل محامي رايح شغلك في المحكمه، في النيابه، في الاقسام، تكون ملتزم، لابس البدله، لابس جرافتتك، عشان الناس تبقى عارفه. صحيح. لان معظم المشاكل المظهر ده مهم جدا. فندم معظم المشاكل بيجي انا رايح بقميص وبنطلون، ما هو مش عارفك، ما ينفعش طبعا. وأما نيجي نقعد الظابط يقول لك يا استاذ طب انا اعمل ايه؟ احنا قانون المحامي يلزمنا بالكلام ده، انا قانون المحامي يلزمني كده. طبعا الزي لائق. انا لو عندي الزي ده ولابسه وده وقت متاح، يعني تفاجئ سعادتك ان في شباب التيشيرت اغلى من البدله. ده بيحصل، ده حقيقي. طب ما تلبس بدله ساعتين، ما تقولش حر بقى، ما احنا كنا بنلبس. ده انا مثلا ولازم الواحد لازم طبعا ينزل لازم. على سنجة 10 زي ما بنقول، يبقى كوي بدلته وكوي الروب ويدخل بمنظر لائق، هيجبر اللي قدامه ان هو يحترمه، والمظهر شيء مهم جدا. مفيش كلام. بالنسبه للموكل، مضي الموكل على اي ورقه، موكل جاب لي شيك او جاب لي ايصال امانه، يتصور ويمضي مقدم تحت مسؤوليتي يا فندم. حلو قوي الحته دي، لان بيحصل مشاكل بسببها. يعني ايه امضي الموكل على اي ورقه؟ وهل ده قانوني؟ وهل الموكل هيقبله ولا لا؟ قانوني. ما خد شغلك. مش هتقبل وخد شغلك. اصل هو يا فندم ده قانون المحاماه. قانون المحاماه لا يا فندم، مش هيشتغل يا جمال. لا قانون المحاماه يا حبيبي بيقول كده. يعني انت ترضى ان انت تجيب لي شيك او وصل امانه ويكون مزور ويجي يطعن عليه الموكل، يجي يقول لك انا ما اعرفش عنه حاجه؟ ده اللي بيحصل. انا اثبت ده ازاي دلوقتي؟ انما انت سعادتك لو ماضي عليه ايه المشكله؟ وبعدين لو انت حاجه موجوده ومش هتمضي ليه؟ لان ألد اللي سعادتك مش عايز تقوله، يعني انا هقوله بقى. ألد اعداء المحامي الموكل بتاعه. تمام. طيب لو حصل بقى واقعة فردية زي ما بنقول في بعض المحامين أو محامي أخطأ في حق موكل، ما قامش بدوره وواجبه المهني والقانوني، ما راحش جلسة، ساب الدعوة تتشطب، خلينا نقول يعني اتفق مع الخصم الثاني، لأن هذا يحدث. يعني لو احنا قلنا ما بيحصلش، لا بيحصل في الواقع العملي بنسبة بسيطة، بس بنسبة بسيطة جدا. خلينا نقول زي ما بنقول ان في تجاوزات ممكن تحصل من الطرف اللي قدامي، وبنقول ساعتها ان دي حادثة فردية. لما بيحصل حادث فردي زي كده، كيف تتعامل مع المحامي المخطئ لو هو تبع نقابتك؟ بص يا فندم، هو ساعة ما بيجينا شكوى ضد محامي، المفروض احنا عندنا لجنتين للشكاوى في جنوب الجيزة، في لجنتين للشكاوى، لجنة فردي ولجنة زوجي. تمام. يعني يجي موكل بيقول ده جمال عمر انا اديته شيك والراجل باعه، بنقبل الشكوى منه. تمام. ونبعت نجيب المحامي والراجل يقدم المستندات بتاعته، في الجلسه بيطبق عليها قانون المرافعات. يعني الجلسات اللي عندها بتطبق قانون المرافعات. ان ثبت ان الكلام ده حصل وان المحامي مخطئ بياخد جزاء، احنا بنديله جزاء. ايه الجزاءات بقى المقرره اللي ممكن من اول اللوم والانذار والوقف، كل ده موجود طبعا في قانون المحاماه. ما هو يا فندم طبعا. ايوه هنرجع تاني، ده اللي انا عايزك تقوله. موجود في قانون المحاماه، موجود في قانون المحاماه، وكمان ممكن يتم تأديبه في النقابه العامه، مجلس تأديب. اما بياخد يا فندم من عندنا جزء، فبيروح يروح النقابه العامه، يعمل تظلم في النقابه العامه. اذا النقابه العامه لقت الكلام ده مش مظبوط، اللي هي الدرجه الثانيه، بتلغيه. لقيته مظبوط، ممكن تعدل الكلام ده وتزوده. مين اللي بيحقق معاه؟ يعني هل بيحقق معاه لجنه مكونه من فرد من فردين، في مجلس مشكل بيحقق معاه؟ لا، هي اللجنتين اللي عندك، كل لجنه مكونه من 3 اعضاء من المجلس. تمام. من 3 اعضاء من المجلس، يعني لجنتين، اللجنه الاولى فيها 3 واللجنه الثانيه فيها 3، بيدرس الورق ويشوفوا الكلام ده كله، ان كان في حاجه طبق بقى قانون المرافعات زي ما احنا عايزين. يعني عايز تحيلها التحقيق ماشي، عايز تسمع شهود ماشي، عايز كل ده متاح في اللجنه. يعني نقدر نقول دي زي لجنه القيم اللي موجوده كده في مجلس النواب، شبيهه بلجنه القيم الموجوده. شبيهه بلجنه القيم. معالي النقيب جمال عمر البغدادي، اسعدتني والوقت معاك خلص بسرعه، ونتمنى ان نلتقي بيك في لقاءات اخرى، وان شاء الله هننزل النقابه تعزمنا على فنجان قهوه. شرف يا فندم، شرف عظيم ليا، وشرف ليا نبقى موجود مع سعادتك. الله يحفظك، شرفتني واسعدتني في برنامج مع المستشار. أعزائي المشاهدين المحترمين، دائما تمر الدقائق والساعات كأنها لحظات فينتهي الوقت، لكن لم تنتهي الأيام بعد، لأنه ما زال في حياتنا بقية. ألقاكم على حب وعلى خير، وربنا يحفظ مصر.
دائما وأبدا، والسلام عليكم.